ليبيا. احنا اليوم طالعين في تونس مش في ليبيا، نبعد حوالي 800 كيلو او 1000 كيلو عن العاصمه طرابلس وملتمين لان خايفين على اهالينا في طرابلس. هذا صح. فما بالك باهالينا اللي موجوده حاليا. يقصف في الزنتان 3 ايام، الزنتان دمرت، الزاويه خسف بها الارض، ويا رب ان شاء الله يخسف اليوم قبل غدوه. امين. الشهداء قام بإخراج جثث الشهداء الموضوعة في الثلاجات الطبية وأخرجها على أساس أن قوات الائتلاف أن قوات الائتلاف تم قصفها. زد على ذلك قام بالاستعانة باثنين من الأحياء الشعبية الكبيرة يصل تعداد سكانها لأكثر من 250 ألف. أحياء شعبية كبيرة تم الالتجاء إليها من قبل الحكومة من أجل استخدامها لمآربهم الشخصية. كل ما تشوفوهم متظاهرين في طرابلس في القنوات الليبية الكذابة هم من هذه الأحياء التي تم إعطاء الدينارات لها إلى جانب المخدرات وإلى جانب التموين الغذائي. كل ذلك وتم إسكانهم في قصور الضيافة المقابلة لفندق ركسوس المقام به كل وكالات الأنباء العالمية. كل ما حدث قصف في طرابلس أو مظاهرات جلبوا هؤلاء الأهالي من قصور الضيافة المقابلة لفندق ركسوس وعملوا لهم مظاهرة تأييدية لكي لا يمكنوا وكالات الأنباء من تسجيل الحقيقة وتصويرها. زد على ذلك قاموا بأخذ المراسلين ومنهم مراسلي العربية والجزيرة، يقوموا بأخذهم ويغمضوا لهم في عيونهم ويرفعوا فيهم لأماكن ويشيلوا عليهم ويغمضوا لهم في عيونهم ويرفعوا فيهم لواحات مجانبة لمدينة طرابلس ويقولوا لهم هذه الزاوية، هذه تجورة، هذه إعرادة. نتحدى أي شخص يقول إن ما فيش بيت ليبي فيه عزاء، بيت ليبي ما فيش قتيل. الشهداء تم في مدينة الزاوية تم العبور على قبور الشهداء بالتراكتور، بالانجليزي بالتراكتور، بالليبي الطراطوري، ما نعرفش الترجمة. زد على ذلك طرابلس حاليا محاصرة. هناك من يقال أن تم هذه مهمة، تم تلغيم سد وادي المجنين فيه منسوب مياه لأول مرة يسجل لأن هذا العام مطير، فيه كمية مياه تكفي لإغراق طرابلس والجنوب التونسي. حاليا الوادي كله ملغم وسد وادي المجنين ملغم.